السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنشرح ازاي اللي انت تحول الصور اللي على التليفون الى ملف PDF. ازاي لو انت مصور محاضرة في الكلية او مصور اي حاجة على السبورة او مصور ورق من صاحبك او كده وعايز تطبعه ومش هتعرف تطبعه كصور، فلازم تحوله لملف PDF عشان تقدر تبعته لحد يطبعهولك بكل سهولة. تابع معايا الفيديو ده للآخر بحيث انت تعرف ازاي تحوله بدون ما تلجأ لمكتبة او تدفع لحد فلوس عشان يحولهولك ويطبعهولك. انت ممكن بخطوات بسيطة جدا من على التليفون تحوله لوحدك من صورة لملف PDF زي ما احنا هنشوف. اول حاجة بنفتح جوجل بلاي كده، هنكتب على جوجل بلاي محول الصور الى PDF. طبعا ده افضل برنامج، افضل في هيظهر برامج كتير بس ده افضلهم لانه واخد تقييم 4.9 من 10، والناس كلها بتشكر في البرنامج وهو برنامج مجاني. طبعا انا محمل البرنامج، بنفتح البرنامج بيبقى بالشكل ده، هو بس بيجيب اعلان عشان طبعا الانترنت مفتوح. هو بيجيب لي طبعا الحاجات اللي انا حولتها قبل كده. عشان احول بدوس على علامة الزائد، بيجيب لي الصور. انا بحدد الصور مثلا وليكن الاكواد دي، وصورة من على الفيس مثلا او اي حاجة انا عايزها. انا حددت كده 5 صور، بدوس استيراد، بيجيب لي الصور اللي انا عايز احولها. بدوس، بيقول لو عايز نعمل فيها مثلا edit او تفتيح او تغميق، او اللي انا اخليها ابيض واسود. طبعا انا هعمل الاصلي، وبعد كده بدوس تم. هو كده حطهم جهزهم ان هو يحولهم. هدوس تحويل الى PDF. بيقول لي سمي الملف ايه عشان الملف ما يتوهش وسط الملفات الموجودة على التليفون. سمي اي اسم، مثلا اكواد تحويل على الهاتف. اي اسم هسميه وأقوم دايس تحويل. بيجيب لي الاعلان التلقائي اللي بيكون شغال. انا بخرج من الاعلان كده على طول، بلاقي الملف اتحول اهو. بيقول لي عرض ولا مشاركة. انا ادوس عرض اشوف الملف بقى شكله عامل ازاي. اهو الملف اهو اتحول PDF، ما بقاش صور، بقى PDF اهو. برجع كده. طيب لو عايز اشاركه مع حد، بدوس مشاركة من هنا، ويبتدي يجيب لي الخيارات. انا عايز ابعت الملف ده على الواتساب، عن طريق الجيميل، عن طريق الياهو، عن طريق الدرايف. طبعا انا اقدر كده اشاركه مع اي حد بكل سهولة، واقدر اطبع الملف بكل سهولة. طبعا في نهاية الحلقة بشكركم على المتابعة، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.